السلام عليكم، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد ويوم جديد إن شاء الله يعجبكم. هين بداية يومي عملت لولادي سحلب، طبعا مو جاي على بالهم يفطرون، كانوا تعبانين الله يشافيهم ويعافيهم. حطيت لتر حليب و5 معالق سحلب، وهين بعد ما جهز معاي صبيته بالكاسات، نزلت عليه قرفة ولوز، وعلينا وعليكم بالعافية إن شاء الله. وهين راح أعمل معاكم رز بحليب. طبعا حطيت كاسة رز غسلتها، بعدها غمرتها بالمي وحطيتها على الغاز. بعد ما استوت نزلت عليها 1.5 لتر حليب، بعدين حطيت السكر 1.5 كوب حسب الرغبة، السكر حسب انت ما تحب حالاتها يعني. وين بعد ما جهز معانا رز بحليب نزلت عليهم معلقتين نشا، ذوبتهم نص كاسة حليب، وحطيت عليهم معلقة كبيرة ماء زهر. وهين بعد ما جهز معانا حطيته هين بالزبادي، ورشيت على وجهه جوز هند ولوز مطحون. وهين بلشنا بوجبة الغداء. عندي هين صدور دجاج قطعتهم وغسلتهم بليمون وملح، بعدها صفيتهم ونزلت عليهم التوابل، عصرة ليمون، نزلت بصل وثوم وملح وفلفل زي زيتون. طبعا هاي طريقتي بالتتبيلة أنا بس. وهين بعد ما تبلتهم قلبتهم ونزلتهم بالصينية، دخلتهم الفرن طبعا على حرارة 200 عند الفرن من جوا، بعدين أدخلهم أشويهم من فوق. بعدها عملنا جنبها صحن تبولة، طبعا غسلنا هين بقدونس وخس وبصل أخضر وخيار وبندورة. وهين بعد ما ثرم ناعم، أنا طريقتي بالتتبيلة أحط معلقتين برغل، أغسلهم طبعا وأعصر عليهم ليمونة، وأحط زيت زيتون ودبس رمان وملح وشوي كمون، وها شكلها النهائي. وهين نجهز معانا الغدا. طبعا أنا شويت فلفل رومي مشكل وقليت صحن بطاطا جنب الغدا، وعلينا وعليكم بالعافية. وهين خلصنا وجبة الغدا، اللهم أدم علينا هذه النعمة واحفظها من الزوال. هين بلشنا بجلي مواعين الغدا، الحمد لله رب العالمين جلينا وخلصنا. وهاي تجهيز لسهرتنا اليوم. طبعا اعملوا أجواء لعيلتكم، جود من الموجود، أي شي موجود عندكم، المهم الواحد يعمل جو لعيلته ويتونس معاهم. وفي أمان الله.